هو ليه معظمنا بقى يحس بإرهاق وتعب وحاسس إنه مش قادر يعمل حاجة وكأن طاقته خلاص بقت مستنزفة، ومن أقل حاجة بنعملها بتبقى طاقتنا مستنزفة، وحتى لو عندنا طاقة بتبقى يدوبك على قد اللي احنا بنعمله، مش قادرين نعمل أي حاجة زيادة. ليه بقت دي هي الحالة العامة للناس حوالينا، أو الحالة العامة اللي احنا حاسينها اليومين دول؟ السبب إن احنا بقينا نشوف العادي إن هو حاجة وحشة. بقينا كلنا عايزين نشوف ان احنا انا عايزه ابقى حاجه، انا عايزه اعمل حاجه، انا عايزه احقق حاجه. طب ده علاقته بان الطاقه بقت خلصانه؟ ده بالعكس، دي حاجات المفروض انها محفزه. لا، ما هي العكس بقى تماما. ان احنا لما شفنا العادي بقى حاجه مش حلوه، بقى حاجه اللي هو اقل من الطبيعي، بقى مش هو ده الطبيعي، العادي ما بقاش الطبيعي. بقينا حاسين ان احنا في صراع او في جري كبير قوي، احنا خلاص ما بقيناش قده. السباق بقى كتير قوي علينا، فبقيناش قده، فبقيت الطاقة عندنا خلاص مستنزفة. مع ان احنا لو رجعنا هنعرف بقى الاسباب دي، هقول لكم على الاسباب دي بالظبط بس في الحلقة قدام. ولكن دلوقتي خليني اقول لكم ان احنا لو رجعنا لمبدأ اساسي، ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا ايه؟ قال لنا ان من اصبح منكم امنا في سربه معافا في جسدي عنده قوت يومي فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الترمذي. اللي عنده اكل بتاعه النهارده، اللي عنده الامن وهو حوالين الناس اللي حواليه اللي بيحبهم، واللي عنده الاكل بتاع النهارده، واللي عنده الامن، واللي جسده معافى، اللي جسمه فيه صحه، ده كده عنده الدنيا كلها. احنا بقينا نصحى عندنا الثلاث حاجات دول واحنا شايفين ان احنا ما عندناش ولا حاجه، ان احنا ناقصنا كل حاجه. طب ليه الاسباب دي؟ ده يرجع لايه؟ يرجع لاسباب كتيره قوي، هقول لكم على بعض الاسباب منها في الفيديو ده. اول سبب هو ان احنا بقينا نجري ورا المزيفات وحاجات زائله. نجري ورا ايه؟ نجري ورا حاجات. عارفين في مصطلح كده في علم النفس الايجابي اسمه هيدونيك تريدميل؟ عارفين التريدميل بتاعه الجيم؟ بنطلع عليها وبنقعد نجري نجري نجري. هو بقى انت طالع على الهيدونيك تريدميل دي، الهيدونيك تريدميل انت بتطلع وتجري ورا حاجات كتير انت عايزها. مثلا تجري ورا انا عايز اجيب بيت، انا عايز اجيب عربية، انا عايز اجيب مثلا حاجة الفلانية، انا عايز اجيب شنطة، انا عايزة اجيب لبس، انا عايز كذا. وتفضل تجري 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 تجري، بتتعب، ما بتبقاش قادر ان انت تواصل على الجري ده، لانك في الاخر لما بتاخد الحاجة دي بتطلع غيرها، ولما بتاخد غيرها بتطلع غيرها، ولما بتاخد اللي غيرها بتطلع اللي غيرها، وهكذا. فبنتعب وبنهلك وطاقتنا بتستنفذ ورا حاجات احنا اصلا مش هي السبب الاساسي بتاع السعادة بتاعنا، ولكن هي سبب زائل للسعادة، او سعادة كده مؤقتة بتخلص بسرعة، مش سعادة دائمة. دي كانت اول سبب. تاني سبب هي نمط حياة محدد. احنا كمجتمع او في المجتمعات، كل مجتمع عموما، او بقى في صورة كده نمطية لشكل النجاح، بقى في صورة نمطية لشكل السعادة، بقى في صورة محددة للأم المثالية، بقى في صورة محددة للأكل اللي مش عارف ايه، بقى في صورة محددة لحاجات كتير قوي، لطريقة لبس، لطريقة كلام، لطريقة عيشة، لطريقة البيت اللي انا عايش فيه، الكومباوند اللي انا عايش فيه، المدرسة اللي ولادي بيروحوها. بقينا نحط على نفسنا اعباء كتير من المجتمع، ونلبس نفسنا القيود دي، ونفضل نسعى ونجري ورا ان احنا نحققها تاني. مثلا الام المثاليه هي اللي بتعمل واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، وانا لو ما بعملش حاجه من الخمسه دول يبقى انا كده ام وحشه. مثلا الزوج اللي المفروض يعمل لمراته كذا وكذا وكذا، لو ما بيعملش لمراته كذا يبقى هو وحش. الشخص السعيد المفروض ان هو يبقى عنده عربيه كذا، وبيروح وعايش في بيت كذا، وبيعمل مش عارف كذا، وبيروح الاماكن الفلانيه، وانا لو ما روحتش الاماكن دي هبقى انا كده تعيس. لا، على فكرة احنا نسينا ان كل الحاجات دي المجتمع فرضها علينا. مع ان لو تجيب اي حد من الناس دي تقوله يعني دلوقتي احسن ولا زمان، معظم الناس اللي تعبانة وبتجري ورا الحاجات دي هتقولك زمان كان احلى. هتقول لهم ليه؟ هيقولولك عشان كان فيه راحة، وكان فيه هدوء، وكان فيه رضا. الناس كانت راضية بأقل حاجة، الناس كانت مثلا تاكل تقول اللقمة النهاردة الحمد لله، يقعدوا يعملوا الحركات دي، فبيقعدوا يقولوا خلاص الحمد لله، انا خلاص كلت، انا خلاص شربت. كانوا عايشين على الاصل. احنا اللي توهنا عن نفسنا واللي تعبنا ان احنا بقينا يعني نستقل بالاصل ده،
بقينا نستقل، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو قايل لنا انت لو عندك اكل وعندك وصحتك كويسه وانت موجود امن انت مالك الدنيا كلها. لا، احنا ما بقاش الحاجات دي اللي بقينا نقيس عليها سعادتنا. لا، بقينا نقيس سعادتنا على الصورة اللي المجتمع حاططها لنا، صورة معينة نمطية ثابتة المجتمع حاططها لنا للسعادة. لو انا ما حققتهاش خلاص انا مش سعيد. مع ان انا اصلا لو فكرت وبصيت جوايا وقعدت كده وبعدت نفسي عن العالم والمجتمع اللي حواليا وشفت انا فعلا ايه اللي هيسعدني، هلاقي عكس الحاجات اللي انا اصلا ممكن اكون بعملها. وهنا بتيجي الصدمة ان انا مش لازم الحاجات اللي المجتمع بيفرضها عليا هي اللي تكون سبب سعادتي. دي تاني مشكلة بنقع فيها. اول مشكلة ان احنا بنجري ورا حاجات زائلة ونفتكر ان هي مصدر سعادة. تاني مشكلة ان احنا بنقيد نفسنا بقيود مجتمع حاططها لنا صورة معينة نمطية ثابتة ان هي دي السعادة، والا لو انت مش كده تبقى انت مش سعيد. تالت حاجة بقى ان احنا برضو بقينا نعمل اللي احنا عايزينه مش اللي احنا نعمل ايه واتي عايز مش محتاج، نعمل اللي احنا عايزينه مش اللي احنا محتاجينه. ودي هقول لكم مثل عليها مثلا في السيل، لان احنا لسه القريب ده كان فيه السيل بلاك فرايداي وكده. فناس كتير او معظم الناس وانا كمان كنت من الناس دي اللي هو اما الاقي سيل ايه ده الله انا هجيب كذا وعايزه اجيب عايزه. عارفين اعلان بتاع زمان قوي وانا صغيره فاكراه، اللي هو الاعلان مش فاكره كان عن ايه بس تقريبا كان عن فرش او كده، اللي هو انا عايزه دي ودي ودي وده وده ودول وده. احنا بقينا كده، بقينا انا عايزه دي ودي ودول وده ودول وبقينا مثلا البنات ينزلوا مثلا بيجز بتاعت لبس وعايزه ده وعايزه ده وعايزه ده وعايزه دول وعايزه اجيب الشنطه دي، لا الشنطه دي هتلاقي على اللبس ده. بقينا نجيب اللي احنا عايزينه مش اللي احنا محتاجينه. احنا لو فكرنا انا محتاجه ايه، انا مثلا المره دي او في السيل ده وبقالي فتره بحاول ادرب نفسي على الموضوع ده، بقول لنفسي مش هشتري غير اللي انت محتاجاه. انت محتاجه ايه هتشتري بناء على اللي انت محتاجاه، مش هتنزلي تبصي واللي يعجبك تشتريه. لا، هو ما بقاش باللي يعجبني، انا عايزه ايه، انا قصدي محتاجه ايه مش انا عايزه ايه. انا محتاجه ايه، محتاجه واحد اتنين بس هو ده اللي انت هتجيبي، مش هتجيبي غيرهم. وده نوع من انواع الحزم مع النفس، ان انا بربي نفسي بعودها ان هي ما تغرقش في ملذات الدنيا وما تغرقش في ان هو كل حاجه عايزها. زي عمر بن الخطاب لما قال كلما اشتهيت اشتريت. مش كل حاجه عاوزها اروح اشتريها على طول، لا، اربي نفسي واروض نفسي واجاهد نفسي. لان المجاهده في الحاجات الماديه دي مع الوقت هتخليني عندي مجاهده في الحاجات المعنويه، مجاهده في الافكار، مجاهده في السلوك، وهترقى بروحي وهأنمو بنفسي اكتر واكتر طول ما انا ما بجاهد الماديات دي، وطول ما انا ما بجريش ورا الماديات دي، وطول ما انا ما بضيعش فلوسي كلها على حاجات انا اصلا مش محتاجاها. انا كنت في المول الويك اند ده، عملت حتى فيديو عن الموضوع ده ونزلته على الانستجرام. كنت في المول وماشيه بوصل ابني مكان، فانا ماشيه المحلات كلها عامله سيل طبعا، وانا بجاهد نفسي مش هدخل. فانا كل واحد عنده نقطه ضعف، فانا بحب الكريمات قوي قوي، فالمحلات اللي انا بحبها عامله سيل و70%. فانا قلت ايه ده، طب انا هشتري فرصه كده، هو هشتري. قعدت اقول لنفسي لا مش هتدخلي مش هتشتري، لان انت لسه عندك علبتين 3 مقفولين، تدخلي تشتري تاني ليه؟ كفايه كفايه مش هتجيبي تاني. فهنا انا حزمت على نفسي وشديت على نفسي. وهنا يجي حاجه اسمها سيلف بيرنتنج، ان انا ابقى عندي مبدا ان انا زي ولادي كده، عامل نفسي زي ما بعامل ولادي. زي ما بقول لولادي لا على حاجات، اقول لنفسي لا على حاجات ماديه بقى، حاجات سلوكيه، افعال المفروض ان انا الصح ان انا اعملها، بس انا مش عايزه ان انا اعملها فما اعملهاش. لا، مش كل حاجه بنمشيها ورا اللي احنا عايزينه. في حاجات بنبقى محتاجينها ان احنا نعملها، محتاجين ان احنا نعملها. زي مثلا محتاجه ان انا اكل اكل صحي، محتاجه ان انا اتمرن، دي حاجات احنا محتاجينها. بس انا بقول لنفسي انا مش عايزه اتمرن، انا مش عايزه اكل اكل صحي. وبمناسبه الاكل بقى، وقلت لكم انا من المره اللي فاتت ان احنا هنتكلم على هرمون السعاده، هرمون الدوبامين. في دراسة اتعملت حوالين هرمون الدوبامين سنة 1954، صح 54، 1954 من جيمس أودز وبيتر ميلنر. الدراسة دي كانت اتعملت على الفئران، جابوا فئران. اول يعني جزء من الدراسة اتعمل، هم جابوا الفئران وعملوا لهم بلوجد للحتة بتاعة للمكان اللي في الدماغ اللي بيفرز هرمون الدوبامين.
وبعدين لقوا ان هم بقوا فقدوا الرغبة تماما، فقدوا الرغبة في الاكل، فقدوا الرغبة في الحركة، فقدوا الرغبة حتى في الجنس، لحد بعد اسبوع او اقل من اسبوع تقريبا ماتوا within few days، خلال ايام بسيطة ماتوا، الفئران ماتت لما بس فصلوا هرمون الدوبامين عندهم. فتاني كمان نوع الدراسة يعني اتعملت تاني على ايه، جابوا لهم سكر. السكر يعني السكر لما احنا بناخده بيعلي هرمون الدوبامين عندنا، فهم او بيفرز يعني هرمونات كويسة عندنا في جسمنا، مش متأكدة قوي ايه هي عشان ما بقاش بقول حاجة انا مش متأكدة منها. ولكن السكر لما هم كلوا السكر هم حسوا بسعادة، ماشي، ولكن عشان هم مقفول عندهم هرمون الدوبامين ما كانش فيه رغبة، فما بقوش عايزينه تاني. يعني هم كلوه ماشي حلو، ما عازوهوش تاني. وهنا افتكرت موضوع الاكتئاب، ليه علاقة بالاكتئاب شوية، بس الاكتئاب في الحالات السيفير شوية، الحالات القوية، ان هم بيفقدوا الرغبة، ما بيبقاش عندهم رغبة في اي حاجة. ده اللي هم هرمون الدوبامين عندهم بيبقى خلاص مفيش هرمون الدوبامين. فعشان كده بنعمل أنشطة سارة وبنعمل حاجات مع اللي عندهم مرضى الاكتئاب عشان نعالجهم من خلال الحاجات دي. وممكن ساعات بيبقى فيه تدخل دوائي عشان يساعد المخ ان هو يفرز الهرمونات اللي بطلت تفرز دي، عشان يصحي الرغبة عنده تاني. وسبحان الله دي برضو ليها علاقة لما برضو في الدراسة دي اللي هو الأكل والحركة والجنس والمية وكده، دي ليها علاقة بالبقاء. فسبحان الله ربنا حط جوانا الغريزة دي عشان يبقى كل نوع من انواع، مثلا لو نوع البشر او الحيوانات، يبقى فيه بقاء للنوع ده من خلال الرغبة في الاستمرار، في الرغبة في ان انا عايز اكل عشان الاكل ده مصدر متعة، انا عايز اشرب عشان الشرب ده مصدر للمتعة، انا عايز مثلا الجنس عشان ده مصدر للمتعة. فبقت الناس بتعمل الحاجات دي مصدر للمتعة. ولكن اللي احنا تهنا فيه بقى هنا، واللي انا قايله الدراسة دي عشانه ايه، ان احنا بقينا نعمل الحاجات دي للهدف بتاعها اللي هو ايه، مش عشان مثلا استمتع بيها واكمل حياتي مع الحاجات الجانبيه اللي ربنا خلقني عشان اكون خليفه في الارض لا، بقيت انا باكل بس عشان ابقى سعيد، بقيت انا باكل بس عشان احس ان انا الله الوافل حلو قوي بالشوكليت مش عارف ايه. بقيت الاكل هو الهدف، مش هو الوسيله اللي بتوصلني للي انا عايزه، لا هو بقى هو الغايه بتاعتي الاكل. فهو ده برضو من الحاجات اللي احنا اتلخبطنا لما بقينا عندنا مفاهيم متلخبطه ان هو الاكل هو الغايه والاكل هو السعاده. ومطاعم الحلويات بقت تقول لك هو ده هابينس، ومش عارف بيبيعوا لك ان هو ده السعاده، وان هو ده ان انت هتبقى مبسوط وسعيد لما تاكل الوجبه دي. هم عندهم حق، انت فعلا هتبقى سعيد، ولكن لقد ايه؟ ل15 دقايق، لنص ساعه، لساعه، وبعدين هترجع تاني. وهنا بقى ينقلنا للدراسه التانيه، ان هم لما رجعوا الدوبامين تاني عندهم، بس رجعوه في حاجة واحدة بس، ان هو لما بيخبط دماغه في البوكس بيفرز عنده هرمون الدوبامين. فتخيلوا الفئران خبطت دماغها في البوكس كام مرة؟ 800 مرة. 800 مرة، مش في اليوم، لا 800 مرة في الساعة، في الساعة. وده يفسر لنا برضو احنا كبشر لما بنيجي مثلا ناكل حاجة مسكرة، بعد ساعتين انا عايز حاجة مسكرة تاني، بعد ساعتين انا عايز حاجة مسكرة تاني، انا عايز حاجة مسكرة تاني، ونفضل نخبط دماغنا زي ما الفار كان بيخبط دماغه، ونفضل نلف وندور حوالين نفسنا. طب ما في الاخر انا اعرف ان ده اصلا مش مسبب سعادة، ومش هو ده الاساس، ومش هو ده اللي انا اصلا عايزه، ومش هي دي الحياة اللي انا بتمناها. لا، اعيد حواري الداخلي واعيد لنفسي واقول لنفسي لا، الشوكولاته مش مصدر سعاده، لا ده انا محتاج ان انا امرن نفسي واعود نفسي واقول لنفسي لا مش هينفع، عشان ان انا اعرف ان انا يكون عندي نمو وارتقاء بنفسي ونمو وارتقاء بروحي. لان طول ما انا ماشيه وبجري ورا اول حاجه الحاجات المزيفه، الهيدونيك تريدميل زي ما قلنا، اجري ورا دي ورا دي ورا دي ورا دي، هي كل الفكره في الحلقه النهارده بنتكلم عن الجري، ان احنا بنجري ورا اوهام، بنجري ورا حاجات فاكرين ان هو ده اللي احنا عايزينه، ولكن هو ده مش اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا عايزينه بدلع، او عايزينه بفاكرين ان احنا عايزينه، ولكن مش هي دي الحاجة الحقيقية اللي احنا محتاجينها. اللي احنا محتاجينها مش هو ده اللي احنا محتاجينه. احنا لو وصلنا للي احنا محتاجينه فعلا بعد فترة
مواظبنا على اللي احنا محتاجينه. مثلا لو هناخد على مثلا الافكار الايجابيه، لو انا وصلت ان انا جهدت نفسي على ان انا افكر افكار ايجابيه واعمل سلوك ايجابي واحسن من عاداتي واحسن من نفسي، انا هجاهد نفسي عشان انا عارف ان ده اللي انا محتاجه. بعد فتره هقول هو ده اللي انا كنت عايزه، هو ده اللي انا فعلا كنت عايزه. مش امشي ورا عوز مش حقيقي ورغبه مش حقيقيه، رغبه اساسها هرمون الدوبامين، رغبه اساسها حاجه مش حقيقيه، ورغبه هتخليني اتبسط لفتره بسيطه وبعد كده مش هكمل تاني، بعد كده هقف ومش هكمل، يا اما هفضل بخبط دماغي 800 مره في الساعه. طبعا مش هنخبط دماغنا 800 مره في الساعه، ولكن كل فتره هقعد بقى ايه، اجيب عربيه، طب اجيب العربيه الاحدث، طب اجيب موبايل، طب اجيب الموبايل الاحدث، وهكذا. فمحتاجين ان احنا نرتب افكارنا ونرتب اولوياتنا وما ندوس على زرار الخطر. انا لسه كان عندي تصوير حلقه النهارده مع قناه راديو الكل، وقلت فيها دي، قلت الحديث النفس السلبي عباره عن ان انا بدوس على زرار الخطر جوايا، بدوس على زرار الخطر جوايا اللي بيفجر بقى جوايا حاجات كتير. وادوس على زرار الخطر ده ازاي؟ من خلال ان انا اكلم نفسي بطريقه سلبيه. اكلم نفسي بطريقه سلبيه ازاي؟ لما اعمل حاجات كتير اصلا هي ملهاش علاقه برغبتي الحقيقيه، انا مش عارف اصلا انا عايز ايه بجد، فعماله بعمل حاجات تانية كده اشتت نفسي بيها والهي نفسي بيها، وانا فاكر ان ده اللي انا محتاجه، واتاري مش هو ده خالص اللي انا محتاجه. نرجع تاني لحياتنا العاديه، وبلاش اقول انا عايزه ابقى حاجه، انا عايزه احقق حاجه، انا عايزه الحاجات دي كلها، لا، نرضى بالحياة العادية. ومش معنى كده ان انا بقتل الطموح، لا، الطموح حلو جدا، الطموح حلو مع الرضا، الطموح مع القبول، ابقى عندي قبول ورضا مع وممتن مع ان انا عايز اسعى وعايز اجتهد، ولكن انا راضي باللي انا واصل له، مع وعي كده، وعي باللي انا واصل له ده. مش انا ساخط على الحياه اللي انا فيها وساخط على الحياه العاديه اللي انا عايشها، وعماله اقول انا ليه ما عنديش كذا وليه ما عنديش كذا وانا عايز كذا وانا عايز كذا وانا عايز كذا. لا، نرجع تاني للاصل، ونرجع تاني للهدوء والسلام الداخلي والسلام النفسي، الكلام اللي كنت بتكلم فيه عن في الحلقه مع قناه راديو العرب، راديو الكل قصدي. فبقول لكم ان احنا محتاجين ان احنا نرجع تاني نتصل مع نفسنا، ونعرف ان الحياة العادية دي نعمة من نعم ربنا علينا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا ان انا لو صحيت معافى في بدني وآمن في سربي وعندي قوت يومي، يبقى أنا خلاص كده ملكت الدنيا وما فيها. رجع نفسي تاني أنا مالك الدنيا النهاردة، الحمد لله رب العالمين على اللي أنا فيه، وبطل أدوس على زرار الخطر زي ما كان الفار بيدوس، أبطل أدوس على زرار الخطر، وأبطل أجري ورا أوهام كتير آخرتها إن أنا هغرق في وهم داخلي عميق مش هعرف إن أنا أحله، أو هحله طبعا إن شاء الله لو حد عايز، ولكن بصعوبة. فليه احنا غنى عن كل الحاجات دي؟ ارجع للحياة العادية الطبيعية وامتن لوجودها، وابطل اجري ورا اوهام، بالعكس اجري ورا اللي انا محتاجه مش اللي انا عايزه. اتمنى دي تكون حلقة مفيدة ونافعة يا رب عليكم، وان شاء الله اشوفكم في الحلقة الجاية. باي باي.